غدانا النهاردة هو هيكون عبارة عن كفتة بصوص الطحينة، بس هنعمل الصوص بطريقة مختلفة. في خطوة كده هتغير الطعم خالص غير صوص الطحينة العادي اللي احنا بنعمله. هنعملها بطريقة سهلة. لو مش عارفين انا اسمي رنا، لو عجبك الفيديو لايك وشير واشتركي في القناة. يلا نعرف ايه التفاصيل ونحضر الغدا سوا. اول حاجة انا جبت نص كيلو من اللحمة المفرومة ونزلت عليه ببصلاية مفرومة اللي هي مبشورة كده ناعم، وشوية بقى من البهارات، معلقة صغيرة من كل حاجة، ملح وفلفل بهارات 7، رشة بسيطة من القرفة، وشوية من الكزبرة المفروم. تمام، وعصير ليمونة، وسبتها شوية في التلاجة. هنا بقى ووك على نار عالية، نزلت بشوية من الزيت ومكعب من الزبدة. بعدين كورت الكفتة بتاعتي بالشكل ده وعملتها دواير. هسيبها بقى تتحمر من الاتجاهين. تمام، في نفس الوك وبكل البهاريز اللي نزلت من الكفتة هحط عندي بصلة صغيرة من مكعبات صغيرة. تمام، هقلب فيها كويس جدا لغاية ما البصلة تدبل معايا، وبعدين هنزل عليها فصين من الثوم المفرومين ناعم. هيتبلوا كويس جدا مع بعض والريحة الحلوة تطلع. هنزل بنص كوباية من الطحينة، وبعدين معلقة كبيرة من الزبادي. هنزل عليها بقى بعد ما اقلب كويس جدا كده، هنزل عليها شوية بشوية من المية السخنة لغاية ما اشوف القوام بتاعي بقى عامل ازاي. بعد ما احس ان انا ظبطت القوام خالص، هبتدي بقى انزل ببهاراتي، الملح والفلفل، وعندي معلقة صغيرة من الكمون ورشة من البابريكا، كل ده معلقة صغيرة. تقليب كده لغاية ما تحس ان القوام بقى مظبوط. واخر حاجة خالص هنزل بعصير ليمون. هرجع تاني الكفتة، هسيبها بقى على نار هادية كده تاخد تاخد غلوة بسيطة خالص. اخر حاجة هديلها رشة من الكزبرة. ليكي بقى حرية الاختيار. انا عن نفسي هاكلها بالعيش، انتي حابة تقدميها مع رز ابيض هتبقى خطيرة، وغدا سهل وسريع، وكمان مش هياخد منك وقت ولا هتقفي كتير في المطبخ. بالهنا والشفا مقدم.